وخير ما أختم به خطابي لك شعبي العزيز أن أذكرك بصيانة الأمانة الغالية التي ورثناها من أجدادنا، وهي الهوية المغربية الأصيلة التي نحسد عليها. فمن واجبك الوطني والديني الحفاظ على هويتك والتمسك بالمذهب السني المالكي الذي ارتضاه المغاربة أبا عن جد. ولا تنسى لماذا ضحى المغاربة بأرواحهم في الحرب العالمية الأولى والثانية وفي مختلف بقاع العالم، ولماذا نفي جدنا المنعم جلالة الملك محمد الخامس طيب الله ثراه. لقد كان ذلك من أجل نصرة القيم الروحية والإنسانية التي نؤمن بها جميعا، كما نحارب اليوم ضد التطرف والإرهاب. فهل هناك سبب يدفعنا للتخلي عن تقاليدنا وقيمنا الحضارية؟